لو عايزه اولادك ياكلوا جبنه، تعالى اقولك الجبنه الكريمي دي عملتها من ايه. وحاجه كده في منتهى الجمال مع زيت الزيتون والزعتر ورشه حبه البركه. هتاكلي الجبنه دي على طول، عندك في التلاجة هتستسهليها. هي عباره عن ايه؟ لو عندك جبنه قريش والولاد مش عايزين ياكلوها، كل اللي هتجيبيها ربع كيلو من الجبنه القريش على نكهه الجبنه الرومي، 3 معالق من اللبن الباودر، كوبايه من اللبن الحليب، وكمان رشة ملح مع ربع كوباية من زيت الزيتون. هتجيبي بقى المضرب بتاعك، الخلاط بتاعك، وهتحطي كل السوائل الأول مع بعض. كوباية اللبن عليهم ربع كوباية من زيت الزيتون، أو زيت النباتي العادي، بس طبعا زيت الزيتون برضو بيديها طعم حلو قوي زي ما انتوا شايفين. وهنحط أقل من ربع معلقة من الملح، ايوه زي كده، بس يا دوبك بس عشان طبعا الجبنه هي دلعه جدا. و3 المعالق من اللبن الباودر. كويس، طبعا كل ده بيديها نكهه حلوه، وطبعا اي طعم انت عايزاه. طبعا احنا بعد ما نحط الجبنه القريش هنفتفتها كده، هي قطع حوالي ربع كيلو على المقدار دوت. وعندك زيتون اخضر، عندك بسطرمه، عندك جبنه رومي، اي نكهه انت عايزاها عندك عشان تدي طعم الجبنه، حطيها مع الحاجه اللي هتتضرب كلها. وبعد كده تحطي كل دوت وهتضربيه في الخلاط. تضربيه كويس جدا لغاية لما يوصل للقوام التقيل دوت، ما يكونش خفيف، بيبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. كده خد طعم الجبنة الرومي، زي ما قلت لكم بسطرمة، زيتون، اي حاجة انت الولاد بيحبوا ياكلوها. كويس كده. وانا عملت هنا المقدار بتاعي وحطيت بقى في الطبق، ورحت بقى ايه عاملاها بقى بزيت الزيتون مع الزعتر، جميل جدا، وحبة البركة. مش عايزه اقول لكم طعم اللبنة كده فيها حاجة في منتهى الجمال. وطبعا هتستسهليها الصبح التوست كده للولاد، يعني مش عايزه اقول لكم اسهل طريقه ممكن تعمليها. وبالطريقه دي الولاد هياكلوا الجبنه القريش، وكمان ضمانتي بتعملي حاجه في البيت طعمها حلو وكمان مفيده للولاد، وهتضمني الولاد بياكلوا حاجه صحيه في البيت. انت كمان اعمليها، وبعد ما تخلصي تحطيها في برطمان مع رشة زيت زيتون على الوش كده، وتحطيها في التلاجة، وكل ما تعوزي تاخدي منها. ويا ريت تعملي اول باول، ما تعمليش الكمية على طول لما يكون عندك جبنة قريش كتير، علشان الحاجة تفضل كده طازة على طول ما تقعدش في التلاجة. وانا جبت هنا توست اهو زي ما انتم شايفين وحطيته عليه. مش عايزه اقول لكم كان طعمه حلو قوي قوي مع كوبايه قهوه، بصراحه كانت مستمتعه بيها جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير للقناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.